السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم حلوة معلكة بدون دقيق وبدون زبدة، كتجي رائعة جدا، معلكة هشيشة فيها واحد المذاق رائع جدا. نتمنى تجربوا هذه الحلوة وتنال اعجابكم، وما نطولش عليكم، ندوزو مباشرة نحضروها مع بعض. غادي نحتاج هنايا 250 غرام ديال الكركاع. بالنسبه للكركاع غير عادي مسحته وطحنته بحال هكا في واحد لاشواغ، ما تخليوش يطلق الزيت ويتعلق، خصو يبقى بحال هكا. شوفوا معايا راه مطحون مزيان وليني ما معلقش، ما يطلق لكمش الزيت باش المعلكه كتجيكم معلكه وزوينه. 250 غرام ديال الكركاع مع 250 غرام ديال اللوز. حتى اللوز نفس الشيء، لينتو بحال هكا في واحد لاشواغ حتى هو ما طحنوش يعاود حتى يتعلق ليكم. عندي كذلك 100 غرام ديال السكر سنيده. هاد المعلكه يعني ما كتجيش حلوه بزاف، كتجي هي هذيك في الحلاوه. 100 غرام ديال السكر سنيده مع زوج حبات ديال البيض. بالنسبه لهاد المقادير راها مضبوطه. عندي هنا ساشيه ديال الخميره، غادي نستعمل فقط نص معلقه ديال الخميره د الحلوه، زوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش، مع واحد راس معلقه د الفاني وقشور حامضه. غادي نخلط بحال هكا في واحد القصريه جميع المكونات اللي عندي. اللوز والكركاع كما قلت لكم غير مسحوهم وطحنوهم، ما تحمروهم ما حتى شي حاجه. غادي ندير المكونات كاملين. بالنسبه للفاني فراه كيتماشى بزاف مع المذاق ديال اللوز والكركاع في هذه المعلكه، جربوه. عفوا الليمون. بالنسبه للفاني فراني درت غير راس معلقه حيتاش عندي فاني مجهد. الا عندكم فاني ساشيات ديروا ساشيه حتى لجوج. وبالنسبه للسكر سنيده فراني حتى هو دوزته في لاشواغ، عاد ضفتو هنايا. الخميره ديال الحلوه كما ذكرت معكم غادي نحتاج واحد نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه. والمقادير الا بغيتو تجيكم كميه اكثر فتقدروا تضاعفوا المقادير. صافي هنا غادي نزيد جوج ديال البيضات وغادي نبدا نعجن العجينه ديالي كما قلت لكم، مقادير مضبوطه. وهاد جوج بيضات راه غادي يعجنوا لي الخليط. بالنسبه للحجم ديال البيض فحجم متوسط هو اللي خدمت به، جاوني جوج بيضات عبار، يعني ما احتاجيت نضيف حتى شي حاجه. الا جاكم الخليط ناقصو شويه ديال الا جاكم مثلا قاصح، عاودوا حركوا واحد البيضه وزيدوا منها شويه بشويه حتى تحصلوا على العجينه المطلوبه. شوفوا معايا العجينه اللي خصها تكون. انا هنا غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، نسيت ما زدتهاش في الاول. غادي نضيفها دابا ونعاود نعجن العجينه. شوفوا معايا العجينه كيفاش كتجي، شوفوا راها مطلوقه وكتلصق في اليدين، ما تكونش قاصحه نهائيا. شوفوا معايا العجينه كيفاش دايره. غادي نبدا دابا كنكورها. بطبيعه الحال غادي نستعن بشويه ديال المزهر، ندهن يدي بمزهر ونبدا نكور بحال هكا واحد الكرات اللي يكونوا متوسطين في الحجم، تقريبا 20 غرام، ونمرمدها في اللوز ايفيلي اولا تمرمدوها في سكر كلاصي. انا اختاريت ندير هاد الشكل هذا كيعجبني، ما كنبغيش بزاف هذاك ديال السكر، فلهذا غادي نمرمدها بحال هكا في اللوز ايفيلي. تقدروا تمرمدوها في اللوز كونكاسي اولا تمرمدوها في كما قلت لكم في السكر الثقيل، وتزينوها بحال هكا بالفخوي ساك اولا باي حاجه متوفره عندكم. راها كتجي رائعه جدا جدا، واحد التعليكه كتجي في هذه الحلوه خطيره. صافي هنا غادي نبدا كنمرمد داك الكرات ديالي في اللوز ايفيلي ونستفهم في اللاطه ديال الفران. بالنسبه للفرن كنكون شعلته على اقصى درجه من الفوق، ومن بعد فاش غادي نوضع اللاطه ديالي في الفران غادي نقص على 160 درجه، نخليها تقريبا واحد ل5 دقائق شاعله عليها العافيه من الفوق،
ومن بعد غادي نرد اللاطه ديالي لتحت ونشعل عليها من التحت واحد 5-6 دقائق راها كتكون واجده. يعني بالنسبه للطياب ما خصكمش تغفلوا عليها، خصكم من ديروها في الفران وانتم مقابلينها كتاخذ واحد 10 دقائق في الفران. قابلوها، الا طابت اكثر من القياس راها كتقصاه، يعني خاص الطياب ديالها يكون بالقانون 10 حتى ل 12 دقيقه على الاكثر. كتكون هاد المعلكه ديالنا طايبه، راها كتجي ما شاء الله. وحتى الكميه تبارك الله راها كبيره، راه غير ربعه الكركاع وربعه اللوز خرجت ليا تبارك الله 2 لاطات، هادي وهذيك اللي حداها عامرين. صافي من بعد ما غادي نسالي غادي ندخلوها للفران كما قلت لكم الطيب، نبقاو واقفين حداها نردوا ليها البال باش ما يفوتش فيها الطياب، باش ما تقصحش لينا، باش تجي لينا ديك المعلكه تكون معلكه ورطبه من الداخل. وفاش كنخرجوها كنزينوها بالطريقه اللي بغينا. انايا هادو زوقتهم بحال هكا بشويه ديال الناباج، وحدين زوقتهم بشويه ديال السكر ثقيل ودرتهم بحال هكا في الكويغطات. انا ما كنبغيهمش يجيوني مشقين، على داكشي ما كنبركش عليهم قبل ما ندخلهم للفران. الا كنتو كتبغيهم يجيوكم مفلحين ومشققين قبل ما تدخلوهم للفران ضغطوا بصبعكم بحال هكا في الوسط ديال المعلكه باش تجيكم مشقه ومفرقعه. وكيكون هذا الشكل النهائي ديال المعلكه ديالنا. شوفوا كيفاش كتجي، شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي هاد المعلكه، خطيره في المذاق ديالها وفي التحضير ديالها ساهله، يعني خصها واحد ربع ساعه حتى نص ساعه كتكون واجده. بسلام عليكم.